السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكن يا أحلى متابعين؟ اليوم يا أحبابي جيتكم بوصفة هي من البقوليات. سبحان الله، بس يتغير الطقس الواحد بيطلع عباله هيك طبخات الحبوب، وهي كلها بروتين وبتغذي وكتير منيحة. أنا حطيت هون كوبين من الفاصوليا الحمراء. بالعادي أنا بجيب الحبة المبرومة برم، بس ما تسهلت وسألنا محلين ثلاثة ما لقينا، قلنا جبناها، قلنا بتمشي الحال وكله نعم. نقعت أنا يوم ونص، وأنا الحقيقة كنت عبالي أعملها بلحمة. ابني قال لا ماما، أنا طلع عبالي بزيت وصار لي زمان ماني أكلها. قلت له تكرم عينك، وسهلة وسريعة وما بتاكل شغل، كتير منيح. يلا هلا انا شو رح اعمل؟ بدي اسلقها للفاصوليا، بتركها، حطيتلها هلا اكتر من غمرتها بالماء، وبس تغلي بيطلع على وجهها رغوة. هالرغوة انا بتخلص منها، ما بحب خليها بالاكل. بشيلها وبخفف النار، اول شي بقوي النار تتغلي وشيل الرغوة عنها، ولما بتغلي يعني بتطلع الرغوة بخلص منها، بخففها وبتركها تستوي وتنضج على 600 مهلة. انا بالعادة بحطها بالبريستو بطنجرة الضغط، بس قلت انا ما انا محرزة، بيمشي الحال هيك على الغاز العادي. بغطيها تغطية هيك شوي يضل الغطا يعني منه مسكر على الاخير تمدفور، وبتستوي على 600 مهلة، ماني مستعجلة. وبعدين بنشوف الخطوات التانية. هلا استويت عند الفاصوليا، ما بخليها تنهرس كتير يعني. بس تلاقي الحبة هيك شوي القشرة عم بتطق عنا، بعرف انه صارت مستوية، وبشيل عنا وبطفي تحتها النار. هلا انا كبيت المي، صفيتها من المي وبدي كبه، ما بخليه، ما بحب خليه. آه، بتطلع خفيفة وطيبة أكتر إذا كان شلنا المي عنا وتخلصنا منه، بنحط لها، بنسخن مي وبنحط لها مي جديدة. هلا أنا في شغلة بدي لكم إياها، المي ما تكبوها بالمجلة، بس تكون سخنة وبنكبها بالمجلة بتطلع ريحة بالبيت كتير بشعة. بنخليها تبرد وبنكبها، وإذا عنا محل نتخلص منها برا بجنينة بشي محل، بنكبها برا بدل أفضل، لأنه الفاصوليا بتطلع ريحة منا مستحبة بالبيت. إذا بدنا نكبها مضطرين بنبردها وبنكبها بالمجلة. وعندي هون أنا حطيت 3 حبات بصل، بدي أقليها مع نص كوب من زيت الزيتون. بحبح البصلة لأنه ما فيها دسم، يعني ما فيها لحمة ولا فيها دجاج. رح قلي البصلة ونرجع نكفي. أنا قليت البصلة، بحمرها مشان بتعطيني كمان لون مع الفاصوليا. رح نزلها فوق الفاصوليا، وهون حطيت ملعقتين طعام من صلصة البندورة، عبيتهم يعني مليانين، ودوبتهم بشوية مي، دوبتهم بشوية مي، ورح سقطهم كمان فوق الفاصوليا. ملح أنا حطيت مع البصلة. هون حطيت رشة بهار أسود ورشة بهار حلو، زدتن شوي عن الأسود تعطيني نكهة بالفاصوليا، لأنه ما فيها شي يعني ما فيها دسم. بحطهم فوقهم، وعندي سخنتلها مي، سخنت المي، رح ضيف المي فوقهم، هيدي مي سخنة. والله بدها شي، هاي كل المكونات. إذا بدها مي برجع بزيدها، وبنطرها تتعقد عندي الصلصة تبعيتها المرقة. بس لاقيها خطرت، معناتها يعني هيك جمدت، صارت هيك ملفوفة يعني ما نصيتها، بتكون بطفي تحتها وبتكون خلصت، وصح وهنا
على قلبكم، وما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. رح شعل النار تحتها واتركها تعيش حياتها على مهلها، ماني مستعجلة. أحبابي أنا للأمانة رجعت زدت مي، يعني أخذت 5 أكواب مي معي، وزدت ملعقتين صلصة بندورة لأنه ما حسيتها عطيت اللون اللازم. ما بعرف هالصلصة حسيتها خفيفة الآن. زدت معلقتين طعام وشي ملعقتين زيت، وأخذت وقت معي تلت ساعة غلي. من بعد ما غليت تعقدت المي تبعيتها، أخذت معي تلت ساعة. هيدي هي طبختنا لليوم، وأسكبت أنا هون منا صحن، وصحة وهنا.